التمرين بتاع النهارده هو اقوى تمرين للكتف الجانبي، كيبل لاترال ريز ولكن ريست هايت. هو ببساطه تمرين الكتف الجانبي على الكابل، ولكن الاختلاف الاساسي هنا هو مكان او سيت اب البكره اللي بيكون عند مستوى الريست مش تحت. والفرق بينهم ببساطه ان الكابل وهو تحت بيبقى تحميله في وضعيه الانقباض زي الدمبل، فمش هيكون في فرق او اختلاف كبير، على عكس التمرين ده اللي بيكون فيه الكابل عند مستوى الريست فتحميله بيكون في وضعيه الاستطاله، وهي الوضعيه الاقوى للكتف الجانبي واللي بينتج فيها قوه اعلى وتقدر تحط عليه تنشن اكبر. ده غير انها تبقى نوعت في وضعيات التحميل اللي بتكمل بعضها عشان تطلع باكبر مكاسب عضليه. ده غير ان الشكل ده من اكتر الاشكال المريحه لمفصل الكتف، وده لان الكابل بطبعه يعتبر جوينت فريندلي، وده لسهوله السيت اب وتظبيط مسار الحركه طبقا لموضع وراحه كتفك ومفاصلك، فهيقلل من اي الم او انزعاج في كتفك ومش هتحس خالص بوجع في مفاصل كتفك بعد كده. وركز في ادائك للتمرين انك عايز كتفك او دراعك يكون في السكابيولار بلان، يعني خلي دراعك قدامك بزاويه 30 ل 45 درجه، مش بتطلع جنبك بس. وركز انك تسيب دراعك مفرود للاخر او تانية بسيطه جدا في الكوع، وما تضحكش على نفسك وتدني دراعك قوي. بعد ما اتفرجنا على الفيديو حابب اوضح كام نقطه انا متفق معاك فيهم واربع نقاط انا مختلف معاك فيهم. هنبدا باول نقطه، وان انت قلت هو اقوى تمرين للكتف الجانبي، وده مش صحيح وفقا للابحاث ووفقا للخبرات. وفقا للابحاث الجهاز بتاع EMG بدا يعمل دراسات على اكتر من 40 او 50 تمرينه، وكان المركز الاول في التمرين بنسبه 48.5% هو ستاندينج شولدر بريس. يجي في المركز الرابع التمرين اللي حضرتك بتتمرنه هو كيبل لاترال ريز. لهم في المركز الثالث كان بيجي لاين كيبل لاترال ريز، وقبلهم في المركز الثاني كان بيجي شولدر بريس بالدمبل او بالبار. الفرق بين ستاندينج شولدر بريس اللي كان بياخد 48.5% والفرق بين lateral raise اللي انت بتتمرنه بالكيبل دلوقتي اخد تقييم 41.8، يعني في فرق كبير جدا، وهشرح لك ليه دلوقتي. ممكن تقول واحد من افضل تمارين الكتف هو ان comes to isolate، يعني لما بتيجي تتمرن عزل ده احسن تمرين، لكن ما تقولش اقوى تمرين. خلينا افهمك ليه الستاندنج دامبل كان احسن حاجه. وانت بتتمرن شولدر بريس بص للرسم البياني اللي قدامك. الكتف وانت بتتمرن بالدمبل بيحصل ليس تنشن على الماسلز او مفيش اكتيفيشن اصلا للعضله، وانت او دراعك في وضع الدمبل لتحت ده مفيش فيه اكتيفيشن خالص. لكن الرسم البياني التاني ده بيوضح ان انت وانت بتتمرن ستاندينج شولدر بريس ده بيحصل اكتيفيشن وتنشن اكتر على الماسلز، سواء وانت جو اب اند جو داون، دايما الكتف تحت ضغط ومور اكتيفيشن. وده اللي بيوضح ليه ان الدي بي بريس ستاندينج احسن من الكيبل واحسن من الدمبل لاترال ريز. هو شكل التمرين اللي انت بتتمرنه. انا عارف ان انت بتتمرن على التمرين حاجه اسمها هاي ريست، ان انت تقدر تحط تنشن اكتر على الماسلز عشان دراعك ما يريحش لتحت وتخسر العده السلبيه، ولكن انت هنا بتتمرن هاف ريب، هاف ريبيتيشن، وده معناه هاف رينج اوف موشن، يعني مش مدى حركي كامل. فانت دلوقتي بتريح اصلا دراعك وخسران مدى حركي، يمكن نص المدى الحركي اللي انت بتتمرن بيه تقدر تخليه الدبل. فمعناه ان التمرين دلوقتي وانت بتتمرنه انت بتجيب نص مدى حركي كامل، وده بيحط لس tension on the muscles. النقطة الثالثة اللي بختلف معاك فيها وهي زاوية الطلوع. معناه تتمرن بالكيبل واقف او تتمرن بالدمبل واقف رفرفه، ده بيشغل معايا عضله مساعده اسمها سوبر سبينيوس ماسلز، ودي عضله في الروتيتور كاف بتشتغل كعضله مساعده ان هي تعمل ستابلايزيشن للسكابولا. فعلشان كده انا مش عايز اشغلها، انا عايز احط مور ايزوليشن اون ذا شولدر، وده الهدف من التمرين بتاعك. فالمفروض ان انا اخد التمرين وضع مايل، وده لسببين. السبب الاول اللي انا اختلفت معاك فيه ان انت بتجيب هاف ريبيتيشن فتقدر تتمرن مدى حركي كامل، خلي على الكتف ضغط اكتر في مدى حركي اكتر. النقطه الثانيه من فايده التمرين انك تميل برضو بالكيبل، ان انت تقدر تعمل هنا حاجه مهمه جدا، تعمل عزل للعضله المساعده اللي هي الروتيتور كاف او السوبر سبينيوس. فعلشان كده تمرين اللاين افضل بكتير من التمرين اللي انت بتتمرنه. النقطه الرابعه اللي حضرتك بتتكلم فيها وهو ان انا دلوقتي بعمل more tension on the muscles وانا بتمرن قريب من الجسم، او ان انا بخلي البقره بتاعت الجهاز قريبه من الدراع. وللاسف هنا الموضوع مش احسن حاجه، لكن هقول لك برضو على تركايه في اخر الفيديو تقدر تنفذها هتديك مدى حركي كامل رهيب. وموافقك جدا في النقطه ان عمليات رفع الكيبل الجانبيه بتوفر توتر اكتر على العضله، حاجه بنسميها applied out to the side، بدل من الاستقامه للاعلى او الاستقامه للاسفل وانت بتتمرن بالكيبل او انت بتتمرن بالدمبل lateral raise. النقطه المهمه والاخيره بقى، خليني اعمل لك مقارنه بين الكيبل وبين الدمبل ونشوف انهي احسن وانهي افضل، عشان
انا وانت وكل اللي بيشوفنا دلوقتي يستفيد ويعرف ان الدمبل مهم والكيبل نفسه مهم. انت بتتمرن بالدمبل او انت بتتمرن بالكيبل بيبقى عندنا حاجه اسمها زاويه اسمها ريزيستيف فورس وحاجه اسمها ليم موفز. يعني ايه الكلام ده؟ هنا الفرق بين الدمبل والكيبل لازم تفهم وانت بتلعب دمبل. مش كل الحمل على العضله، طبيعي الحمل يكون على العضله بيعتمد على زاويه حاجه اسمها ريزيستيف فورس وليم موفز. زاويه 90 بين الدراع الريزيستيف فورس والعضله بيشكل نسبه 100% من الحمل العضلي. اما الكيبل بيعمل زاويه 30 درجه بين الكيبل والدراع في الزاويه ده اللي بيسميه ريزيستيف فورس حوالي 50% من اللود على العضله. لما بنزل بقى بدراعي واعمل حاجه اسمها سيتويشن ريفرس بين زاويه الكيبل والدراع بيبقى 90 درجه. في الوضع ده اللود بيكون على الدلتويد ماكس 100%. اما في الدراع التاني اللي هو فورس اوف دمبل بيديني ريزيستيف فورس 0%، يعني مفيش لود اصلا. فلو عايزين نشغل الدلتويد والدراع جنب الجسم فالكيبل يكون احسن، ولو عايزين نخلي الماكس ايفورت لو الدراع بعيدا عن الجسم نستخدم الدمبل. فكلتا الحالتين الدمبل والكيبل احسن when it comes to resistive force. هنا بقى بياخدنا للنقطه اللي انت قلت عليها انك تحاول تخلي دراعك بعيد عن جسمك وانت بتتمرن بالكيبل، وده مش صح. ليه بقى؟ لو حابب تمرن دراعك بعيد عن جسمك اتمرن بالدمبل عشان يحصل هنا اللود بتاعك ماكس 100%. ولو انت حابب تتمرن ودراعك يكون قريب من جسمك فاتمرن بالكيبل، فده بيديك ماكس على العضله او لود وتنشن على العضله بنسبه 100% ماكس. طيب اعمل ايه هنا واتصرف ازاي؟ انا صح ولا الكوتش صح؟ بص انا هقول لك على فكره تريحك من كل الكلام ده. عامل الكيبل كانه ايزوليشن وعامل الدمبل كانه تمرين كومباوند. الاثنين بيشغلوا العضله when it comes to resistive force. تعمل اكتيفيشن اكتر للكتف الجانبي اتمرن ستاندنج دمبل ريز ودخل في نفس التمرين لاين كيبل لاترال ريز. طب وتمرينه الكوتش بعد ما تدخل التمرين لاين كيبل لاترال ريز اللي هو مايل وانت بتتمرن، قوم واقف وقوم مطلع البقره لفوق وحاول تجيب 10 عدات كومباوند سيت بعد ما تخلص تمرين المايل ومطلع البقره واشتغل 10 عدات زي ما الكوتش كان بيتمرن. هتحس ان التمرين مولع. يبقى انا كده دمجت لك بين الدمبل ودمجت لك بين الكيبل والاثنين بيعملوا افكت. استفدت من العدتين واستفدت من الفيديو. وفي نهايه الفيديو ما تنساش تعمل لي لايك وشير علشان الناس تستفاد، وزي ما انت استفدت فيد الغير.